حتى إن الأمر يعني يخشاه عيسى عليه السلام فيضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويضرع المؤمنون أيضا معه أن ينجيهم من هؤلاء، فيرسل عليهم ريحا باردة طيبة تقبض أرواحهم، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس، إلا شرار الناس. وعرفنا كيف يرسل الله سبحانه وتعالى النغف والطيور الكبيرة على هؤلاء يأجوج مأجوج حتى يصبحوا موتى في ليلة واحدة، فيملؤون الأرض، لا تجد مكانا في الأرض إلا وفيه قتلى منهم، فتزهم الأرض من رائحتهم المنتنة. أما هؤلاء الذين يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة عليهم هم الذين يكونون مع عيسى بن مريم عليه السلام في جبل الطور أي في سيناء، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، لو دخل في نفق، دخل في مغارة، لدخلته عليه حتى تقبضه، أي ستدخل عليه الريح الطيبة حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يبقى إلا شرار الناس، لكع ابن لكع، كافر ابن كافر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ الشيطان يحدث هؤلاء الكفرة فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، كمان الرزق يدر عليهم، يزداد، يكون صيبا عليهم، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور، ينفخ في الصور ايش؟ فيموت كل من على وجه الأرض. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، يعني ماخذ الإبل ومخليها على الحوض وبيسقيها، يسمع الصوت أو الصور، النفخة في الصور فيصعق. طبعا هذه نفخة عظيمة لا يسمعها أحد، وكل سيسمعها إلا صعق مات. نعم، قال فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت يعني معناه العنق، الليت صفحة العنق، ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. نرجع إلى الحديث: فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلحه مشان يحط فيه مية، فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل من كثرته، من كثرة السحاب، فتنبت منه أجساد الناس، يعني أجساد الناس سوف ينبتون من الأرض كأنهم نبات، لأن الناس الآن يدفنون في الأرض، يدفنون كالزرع، غدا سوف ينبتون، ينبتون من الأرض نباتا. قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار، ينادي
ينادي الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، يقول له يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول كم يا رب؟ فيقال من كل 1999، نسبة الزعماء العرب في الانتخابات، من كل 1999 لوين؟ للنار. يعني قديش بضل؟ واحد في 1000 للجنة و999 للنار. قال اخرجوا بعث النار، اي المبعوثون اليها، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم عصيب، يوم عظيم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما سمعوا هذا الامر ارتجفت قلوبهم وارتعدت، حتى قالوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجوههم، وانعكس ذلك عليهم في سلوكياتهم واقوالهم، فما من احد يتحدث وما من احد يتكلم، كلهم صامتين، كلهم مطرقو رؤوسهم. عرف انهم مهمومون فسألهم ما بكم؟ قالوا يا رسول الله من كل 1999 يعني احنا وين بدنا نروح؟ طمأنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما اخبرهم بان امة فيها يأجوج ومأجوج امة عظيمة، امة كثيرة، ويأجوج ومأجوج عدد المسلمين اليوم وامبارح وبكرة، عدد المؤمنين، عدد اهل الجنة بالنسبة لعدد اهل النار كالشعرة البيضاء الواحدة في الثور الاسود. شعرة واحدة في ثور اسود، شوف قديش الثور الاسود له شعر، يبقى قديش يأجوج ومأجوج؟ هؤلاء ملايين. اي نعم. فسر الصحابة وأسري عنهم ما كانوا يجدون، قالوا يعني على كل حال يا رسول الله إن عدلت الأمور، إن عدلت يعني من كل 1999 احنا قلنا وين بنروح؟ لكن أمة بهذه الكثرة فيها يأجوج ومأجوج، أمة عظيمة بهذا الأمر، أي نعم بهذا العدد الكبير، يعني الله سبحانه وتعالى طمأننا على لسانك. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. فيش بلد، فيش مدينة، فيش قرية، فيش نجع، فيش مكان إلا سيطأه الدجال. الدجال سريع، فيش يقول يعني لو بده يدخل غزة وقتيش بده يطلع منها. اصلا غزة وفلسطين والشام هذا كله يمكن في يوم، لانه بده يمكث 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كاسبوع، وباقي الايام كباقي ايامنا هذه. فاليوم اللي كسنة هذا يكون شديدا، ويكون ايضا يستطيع ان يطأ اغلب ارض الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها. النقب خرج أي شيء في الأرض، أي شيء في الأرض ممكن يخرج أو ينز منه الماء أو الملح، هذه تسمى سبخة، مثل السبخة الأرض اللي عند دير البلح، هذه أرض سموها سبخة لأن الماء فيها مالح، ولو حفرت أبو متر تطلع لك يخرج ماء مالح، هذا تسمى سبخة. أما النقب هو الخرق، خرق الأرض
يعني أي مغارة، أي مكان في الأرض يخفي غيره إلا عليه الملائكة. هؤلاء من مكة أو المدينة فقط، أي نقب، أي أرض، أي خرج، أي شارع، أي تلة ستكون عليها ملائكة تحميها من الأعور الدجال. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة. السبخة الأرض التي يعني ينز منها الماء المالح، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. الأرض بترتجف من شدة الرجفة. الأرض أرض المدينة سوف تخرج كل كافر ومنافق، تلقيه في المكان اللي فيه الأعور الدجال، بتقول له الحق شلتك. حتى اللي بيكون متخبي في المدينة بتروح الأرض ترتجف تنتفض، يصيبها زلزال فيقذف هؤلاء الكفار والمنافقين حتى يلحقوا بملكهم بالدجال، أعور الدجال. طبعا هذه مصيبة، حتى يتحسس كل إنسان إيمانه، يتحسس كل إنسان صدره حتى يقوي إيمانه ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الحديث الخامس في هذا اليوم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ايش الطيالسة؟ اللي بيلبسوها دول اللي تبعون الرهبان واليهود طواقيهم اللي بيلبسها عبادية بن يوسف، هذه اللي زي الكرة هيك. اي نعم، 70,000 من يهود أصبهان بدهم يلحقوا الدجال. معناته المعركة مش هتكون هذه الأخيرة، المعركة لن تكون الأخيرة، لكنها ستكون القاصمة، ستكون القاصمة، ستذهب ما في أيديهم من قوة، فهم ينتظرون ملكهم وهو الأعور الدجال. الحديث السادس عن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس، لينفرن أي سيهربون، سيشردون، لينفرن الناس من الدجال في الجبال. يبقى حيتركوا المدن وحيتركوا الأبراج وحيتركوا الشقق، وين يشردوا؟ على الجبال. لكن وين يملصوا من الدجال؟ الدجال لو مد ايده بطولهم، وله أعوان، ويأجوج ومأجوج هذول كمان يعني بيلحقوه وبصيروا من جنوده. أي نعم. إذن لينفرن الناس من الدجال في الجبال. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. الحديث السابع وبه ننهي درسنا اليوم، وهو عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يعني ليس هناك أمر ما بين آدم إلى قيام الساعة أكبر ولا أعظم ولا أكثر فتنة من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة يعني ليس ما بين آدم إلى خلق الساعة أمر أكبر من الدجال. ولذا كان كل نبي يحذر قومه من هذا الدجال. لذا أمرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف، فإنها الحافظة، فإنها المنقذة. سورة الكهف أن نقرأها. وقلنا
من لم يستطع حفظها يستطيع أن يحفظ أول 10 آيات، وفي حديث آخر آخر 10 آيات يستطيع أن يحفظها، ويستطيع أيضا أن يرددها وليقرأها كل يوم جمعة، كل يوم جمعة. وسورة الكهف وما فيها من أسرار هي منجية وهي منقذة. وانتم عارفين أن سورة الكهف فيها 4 قصص. قصة أصحاب الكهف، الشباب الذين فروا بدينهم متمسكين به خوفا من أن ينحرفوا، وجعلهم الله سبحانه وتعالى آية. والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين الغني الذي كان له صاحب يذكره بأن يخرج زكاة ماله، وأن يشكر الله، وأن لا يغره ماله إلا أنه طغى وتجبر وظن أن هذه لن تبيد أبدا. فأصبح بعد أن طاف عليها طائف من ربك، وبعد أن أغار الله المياه وجفت الأرض ونشف الشجر ووقع الثمر، فإذا به يضرب كفا بكف نادما على ما أنفق فيها، وظن أن ليس له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. والقصة الثالثة قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح للعلم والذهاب للعلم والتفرغ للعلم والتحمل من أجل العلم، وأن هناك علوما نافعة وعلوما غير نافعة. فالأصل أن يذهب الإنسان لتعلم العلوم النافعة، ولا يتعلم العلوم الضارة أو العلوم ليست نافعة. اليوم يذهب بعض الناس ليأتوا بعلوم تأتيهم بس مرابح دنيوية لا تعود عليه بالخير في دنيا ولا في آخرة. والقصة الرابعة قصة ذي القرنين الذي كان ملكا حكم الأرض، حكم شرقها وغربها ووسطها، وكان ملكا عادلا يذهب إلى أقاصي البلاد حتى يتحسس احتياجات الناس. ذهب إلى مغرب الشمس، وذهب إلى مطلع الشمس، وذهب إلى قوم يسألهم ماذا تحتاجون. في الانتخابات الأخيرة عندما جاءوا إلى مدينة المنوفية، في قرية بجوارها كان يسكنها حسني مبارك، أقسم أهلها إن حسني مبارك من يوم ما صار رئيس لم يصلها، لم يدخلها. طب فيش لك أهل؟ فيش لك جرائد؟ فيش لك شعب؟ هذه أيضا مما نفيد من سورة الكهف الحافظة المنجية المنقذة، أيضا تفيد أن الزعيم أو الملك أو الرئيس يجب أن يتحسس ويجوب البلاد، يسأل أهل البلاد. ليس هناك أو ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى الملك، ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى الوزير، فيجب أن يصلهم الوزير. إذا لم يستطع أن يصلهم ليرسل إليهم مندوبا، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يرسل إلى أقاصي البلاد من يسأل عن الولاة، مع أن الولاة كانوا مشهودا لهم بالجنة، كانوا مبشرين. يسأل عن سعد بن أبي وقاص وهو أحد ال10 المبشرين. عندما يعلم الوالي أن وراءه متابعة وراءهم من يسأل عنهم ويقدم تقريرا فيهم، هكذا سوف يصلح من شأنه ويصلح أيضا من فساده إن كان هناك فساد. كذلك يجب أن يرفع الناس شكواهم إلى الملك إن جاءهم أو إن أرسل إليهم مبعوثا، أن يرفعوا شكواهم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعلم عبده ويعلم ضعفه، لكن يحب أن يدعوه، يحب الله عبده اللحوح في الدعاء أن يدعوه ويرفع يديه إليه متبتلا متضرعا. وهذا ما
تفيده سورة الكهف، سورة عظيمة منجية منقذة، أيضا ما فيها من أسرار تذكرنا أن الإنسان يجب أن يتمسك بدينه حتى وإن أغري. الدجال مجرم، سوف يأمر الأرض أن تخرج ذهبها، تخرج كنوزها، بصير الذهب يجري وراه كيسابيع النحل. فاللي بيموت على الدراهم والقروش والذهب حيسخسخوا لما يشوفوا الذهب، حيموتوا، حيجروا وراه. لكن ناره جنة وجنته نار، إياك أن يغريك بما في يديه من أشياء يعذب بها الناس. فهذا شيء عن الأعور الدجال، نكمله إن شاء الله إن بقي في العمر بقية فيما يستقبل من دروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا صلاة سنة المغرب.